انا حبيبنا نطلبوا من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. كما تعرفوا اخوتي يعني وتشيرها ولا ظاهر وبين الجميع، يعني في ظل هذه الحكومه ديال اليمين اللي كاينين بعض يعني الناس اللي محسوبين عليها بطبيعه الحال واللي هما عنصريين كما هو معروف. بطبيعه الحال ماشي كلشي الايطاليين، هذه مساله مفروغ منها، ما تنعموش كلشي. كاينين الناس مزيانين، كاينين الناس خايبين. فين ما مشيتي في اي بلد راه كاين العنصريين وكاينين الناس اللي غير عنصريين، يعني اللي تتقبلوا الاجانب كما هو معروف. لكن اللي بغي نقول لكم هو انكم خوتي حضروا رؤوسكم، لانه كثر هذه الايام هذه وهذه السنوات الاخيره بالضبط يعني كثرت العنصريه ضد الاجانب، كثر البوليزم والعنف ضد النساء، غير النساء، ضد الجميع الاجانب. بعدا بطبيعه الحال هادشي اللي تنشوف انا مؤخرا يعني في اوروبا، يعني كثر بزاف هادشي ديال العنصريه، وتيحاولوا بروفوكيو عباد الله باش تكون عندك واحد رده فعل خايبه نتايا، وتولي انت هو اللي يعني اللي متهم الاول، وانت اللي خايب، وانت اللي يعني اللي ما مزيانش، بالرغم انهم هما اللي تيبروفوكيوك. ما عرفتيش نطول عليكم، لان بحال هاد الحوايج هادو اللي وقعوا لهاد المغربيه اللي غادي تشوفوا معايا دابا على اللسان ديالها كذلك، وبعض الصور بطبيعه الحال غادي تشوفوها، وواحد الفيديو غتشوفوه اللي تعرضت فيه يعني العنف اللفظي والعنف كذلك الجسدي. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا هذا الفيديو هذا. المهم بطبيعة الحال اخوتي ما نقدرش ليا انني يعني نبين الصور ديال هاد الاشخاص اللي كاينين في هاد الفيديو هذا. بطبيعة الحال كما تسمعوا يعني كاين واحد الشخص هو كذلك كان حاضر، لانه تو تيقول لهم طلقوا منا، واحده اخرى حتى هي يعني تتفوت تقول لهم طلقوا منا. ولكن المغربيه راه كانت تعيط على الكارابينيري، وتتقول هذاك السيد عيط على الكارابينيري، يعني كيما الكارابينيري كما غادي تسمعوا وغادي تشوفوها. ممكن انني نبين الصوره ديالها هي. بالنسبه للاشخاص الاخرين بطبيعه الحال ما نقدرش نبينهم، واللي هما من جنسيه يعني رومانيه وايطاليه، هما اللي تدعوا لهم. ونخليكم كذلك تسمعوا الكلام. كما سمعت اخوتي انها كانت تعيط هي على الكارابينير. المهم اللي فهمت اخوتي انا من القضيه هذه هو ان السيده يعني كانت في هذه المغربيه، كانت يعني في هذا السوبر مارشي. المهم كانت تتقدم، المهم ربما عندها شي تقضيه خفيفه، وشي معروف يعني في ايطاليا تيكون الانسان مثلا عنده واحد الارتيكل واحد يعني ما مقديش تقضيه بزاف باش ما تتسناوش، يخليو الناس يدوزوا هو الاول، ما كاين حتى شي مشكل، هادشي معروف في ايطاليا. المهم هاد السيده ربما هادشي اللي وقع لها انها طلبات من شي وحدين يعني انها تدوز، سمحوا لها. هذيك الجوجات يعني ما بغاوش انها تدوز. المهم على اي الناس قالوا لها ما كاين حتى مشكل، خلاوها دوز. هي ما عجبهاش الحال، هذيك الايطاليه وديك الرومانيه ما عجبهمش الحال. ايوا هادشي اللي وقع ملي خرجات، يعني بقاو تيسبوا فيها ويعيروا فيها لانهم تلاقاو مع حدا بلاكه ديال الطوبيس. المهم هادشي اللي كاين يعني اخوتي، يعني العنصريه راه كاينه، وهادشي اللي تنشوفوا تنلاحظوا يعني العديد ديال المرات. لذلك اخوتي حذروا راسكم، يعني ما تخليوش وحدين يعني بحال هاد العنصريين هادو، ما تخليهمش انهم يبروفوكيوكم، لانه بطبيعه الحال كما قلنا الانسان غيبدا يغوت، يعني غيولي بحال هو في الموقف ديال هو اللي ظالم، هو اللي فوضوي، هو اللي باغي يدير الفوضى، هو اللي باغي يتعدى على عباد الله. لذلك حاولوا اخوتي انكم يعني تفادوا يعني الاصطدام بحال هاد العنصريه. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. ما تحرموش من الدعم ديالكم من القناه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.